يا صباح الفل. النهارده هنعمل شيش طاووق باسهل طريقه للمستعجلين. بس قبل ما نبدا في الفيديو متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت عشان تدعموني. اول حاجه معانا اللي هنجيب صدر الفرخه نغسله كويس ونكون مقطعينه مكعبات كبيره وهنسيبه على جنب يصفي الميه بتاعته. هنجيب البولة بتاعتنا اللي هنعمل فيها الخلطة، هنحط فيها كوباية من الزبادي، عليها معلقة كبيرة من الزيت أو معلقتين كبار من الزيت، وعليها معلقة كبيرة من الخل، وعصرة ليمونة كبيرة، وشوية من الثوم المهروس 5 فصوص كده ولا حاجة على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، ومعلقة كبيرة من الصلصة. وبعد كده هنجيب التوابل بتاعتنا الأساسي فيها الملح والفلفل الأسود. عندك سماق ماشي بيدي طعم حلو، الخلنجان بيسهل السوا بتاعها وبيسرعها اللي هو اسمه خلنجان. وتقدري تحطي توم باودر، بصل باودر، سنجبيل، قرفة. بصي التوابل اللي عندك حطيها براحتك، بس الأساس الملح والفلفل الأسود. بعد كده بقى تحطي التوابل اللي انت حباها، بهارات فراخ اللي انت عايزاه. بعد كده بنجيب قطع الفراخ اللي احنا عملناها وتكون متقطعه حتت كبيره عشان لما نيجي نشويها او نحمرها على الطاسه او في الفرن ما تنشفش مننا ونيجي ناكلها ما نلاقيش فيها لحم وكده من النشفان. هنحطها في التتبيله ونسيبها في التلاجة حوالي ساعه ساعتين 3. بصي براحتك، كل ما تسيبيها اكتر كل ما بتشرب من التتبيله اكتر وبقى طعمها حلو. وممكن تشيليها اصلا بالتتبيله بتاعتها دي وتحطيها في الفريزر وتطلعيها وقت ما تستعمليها. ونجيب السياخ بتاعتنا اللي هي الخشب، العصيان الخشب، وعشان ما تتحرقش منك وانتي بتحمريها حطيها في ميه قبل ما تستعمليها حوالي كده 5 دقايق 10 دقايق قبل ما تستعمليها عشان ما تتحرقش منك وانتي بتحمريها. تجيبي بقى الحشوات اللي انت عايزه تحطيها في العصايه، بصل، فلفل، طماطم، عندك مشروم حطي. بصي حطي اللي انت عايزاه، بس يعني الحاجات الاساسيه فيها فلفل وطماطم وبصل، وتقدري تحطي مشروم لو موجود وبس. وبنرصها بقى بالرصه بتاعتنا وبالشكل اللي احنا حابينه، تحطي الفلفل الاول، البصل الاول، الفراخ الاول، بصي براحتك خالص. انا بس بوريكي كده باسهل طريقه واسهل مكونات، وانتي بقى التزيين بقى والحركات دي بتاعتك انتي. وهنا بقى بوريكم الشكل بتاعها، وهنخلص الكميه بتاعتنا ونروح نحمرها على طول. هنجيب الصينيه او الطاسه بتاعتنا نحط فيها حبه من الزيت حلوين ونسيبها تسخن ونقوم منزلين فيها العصيان ونوطي نص توطيه، يعني قريبه للهاديه كده. وما تقلقيش هي مش بتوك ميه، لان اولا الفراخ مش بتبقى لوحدها، بتبقى معاها بصل وفلفل وكده. وبتسيبيها تاخد لون من كل الجوانب وتغطي عليها عشان كمان تضمني ان هي استوت اكتر. وبعد ما تكون استوت بتحطي فيها كل العصيان اللي انت عملتيها او الكميه اللي انت حطيتيها في الصينيه، وتجيبي فحميه تسخنيها كده على النار وتحطيها في طبق وتحطي عليها شويه زيت عشان تاخدي طعم الشوي الحلو اللذيذ دوت. بس ما تحطيش الفحمه لوحدها مع الاكل، لازم تكوني حطاها في طبق او غطا عشان ما تتفاعلش معاهم. كده خلصنا الوصفه، يا رب تعجبكم وقابلكم وصفه جديده. باي باي.